طيب هنخش بقى في القانون شوية أو هيطلع جواه المحامية القديمة. لا احنا لسه ما زال عندنا يعني بعض القوانين الذكورية في الدستور المصري، وخليني أقول لك على قانونين مهمين جدا. أولا قانون 237 من قانون العقوبات المصري، وده اللي بيطلق عليه قانون الشرف، والتاني اسمه قانون الزنا. قانون الشرف سريعا جدا اللي هي فكرة ان ممكن الزوج يروح لو شاف زوجته ان هي مع شخص آخر ان هو يقتلها، وبعدين بياخد يعني ممكن 24 ساعة وبيروح بعد كده، أو مثلا حكم مع وقف التنفيذ. ودي في حد ذاتها مشكلة كبيرة، لأن مفيش حاجة في الشريعة الإسلامية اسمها كده. فهذا القانون بيتعارض مع الشريعة الإسلامية وبيتعارض مع فرض روح القانون. وفكرة ان انت تحط نفسك مكان القاضي وانت تحكم على حد بالموت، ده قانون مفروض ان هو ينتهي. على فكرة القانون ده مصر واخداه من القانون الفرنسي اللي كان موجود تقريبا في القرن ال19. فانت متخيل ان قانون زي ده لسه عندك وانت بتتكلم 2025؟ طبعا مش فاir. الحاجة التانية قانون الزنا، وده برضو فيه تفرقة عنصرية شديدة جدا بين الجريمة دي اللي ربنا برضو نزل العقوبة واحدة على الراجل والست فيها. الراجل هنا أو الزوج هنا ممكن إن هو لو بره منزل الزوجية ما ياخدش أي حكم، لو في منزل الزوجية ممكن إن هو ياخد 6 شهور. أما بقى الزوجة فالعقوبة بتاعتها في حالة الزنا وإثبات الزنا بتوصل لسنتين، إلا لو تنازل طبعا الزوج. بغض النظر عن الحكم، بغض النظر إنه طبعا فعل مشين للاتنين، لكن ما ينفعش يبقى فيه تفرقة عنصرية بهذا الشكل. فدول قانونين أنا أعتقد إن حان الوقت إن هم يتم النظر فيهم مرة تانية، وأتمنى إن يتم إلغائهم من الدستور المصري قريب جدا.